السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن أهمية القائمة البريدية للبيزنس بتاعك والشركة بتاعك، سواء البيزنس بتاعك خدمي أو منتجات رقمية أو بيرسونال براند أو أي شيء أنت بتقدمه أونلاين. طالما عندك بيزنس أونلاين يبقى مهم وضروري جدا تعمل قائمة بريدية عندك. القائمة البريدية مش اختيار، أصبح ضرورة في ظل المنافسة الكبيرة، في ظل غلاء أسعار الإعلانات والتسويق. فلازم يبقى عندك قائمة بريدية، وهقول لك ازاي تعمل قائمة بريدية. خليك معايا، ولكن خلينا نتكلم عن فوائد ومميزات القائمة البريدية بالتفصيل واحدة واحدة. رقم واحد، بيبقى عندك مصدر مبيعات مستمر. يعني بيبقى عندك الايميل ليست بتاعتك فيها 5000 10000 عميل، فانت بتبعت عروض وخصومات ليهم كل اسبوع. ويكلي نيوزليتر، عن طريق ويكلي نيوزليتر فبيشتري منك العميل مرة واثنين في خلال السنة وخلال العام. فده بيجي لك مبيعات بشكل مستمر على مدار الشهر كله. العميل اللي ما بيشتريش النهارده بيشتري الاسبوع اللي جاي، اللي ما بيشتريش الاسبوع اللي جاي بيشتري اللي بعده، وهكذا. فده مصدر مبيعات مستمر بشكل دائم عندك. رقم اتنين، تكلفة أقل من الإعلانات بكتير جدا، وأقل من مصاريف التسويق مقارنة بالإعلانات المدفوعة. الإيميلات يبقى عندك أنت سي ار ام، المزود السي ار ام بتاعك بتدفع له اشتراك شهري سي مثلا $20 $30، وبتبعت الإيميلات والحملات البريدية للقائمة بتاعتك. عكس الإعلانات، بتدفع أنت على الإعلان $30 40 أو $50 يوميا، وأنت مش ضامن يجيلك مبيعات ولا لأ. لكن القائمة البريدية حتما بيجي لك مبيعات منها بشكل أسبوعي أو شهري على حسب ما أنت عامل الحملة البريدية تبعك. رقم ثلاثة، القائمة البريدية شيء مثالي جدا لبناء الولاء والعلاقة بينك وبين العميل. يعني العميل بيشتري منك مرة واثنين وعشرة، وبيشتري منك على مدار السنة ما لا يقل عن 3 4 مرات أو 5 مرات خلال السنة الواحدة. فتخيل أنت لو عندك قائمة بريدية فيها 10000 عميل، العميل الواحد هيشتري منك كم مرة، فأنت هتبيع كم مرة في سنة واحدة. فده شيء لا يقدر بثمن. رقم أربعة، بيبقى في تواصل مباشر بينك وبين الجمهور، عكس المتابعين على السوشيال ميديا. انت ما بتملكهمش وما تقدرش تتواصل معهم بشكل مباشر، وبتقدر توصل الرسالة ليهم في القائمة البريدية. لكن المتابعين على السوشيال ميديا الخوارزميات بتتغير، المنشورات اللي انت بتنزلها ممكن ما تروحش لجمهورك، ممكن جمهورك ما يشوفهاش. لكن الرسالة اللي انت بتبعتها في حملة تسويقية بريدية بتوصل لعميلك وبيفتحها وبيشوفها، وبناء عليها بيقرر إذا كان هيشتري المنتج أو الخدمة بتاعتك ولا لا. رقم خمسة، أصول رقمية أنت بتملكها. يعني على سبيل المثال، لو أنت على أرض الواقع بتملك أصول في هيئة عقار أو في هيئة ذهب أو في هيئة سهم في شركة ما، دي اسمها أصول. فهنا الرقمي، الأصول الرقمية عبارة عن قائمة بريدية، إيميل ليست 10000 عميل 20000 عميل، دي اسمها أصول ليك أنت باسمك أنت، مسجلين في القائمة تبعك، عندهم ولاء للبزنس بتاعك زي ما قلنا، وبيشتروا منك على مدار العام. رقم ستة، بتبني علاقة طويلة ووثيقة جدا بينك وبين العميل من خلال الإيميلات اللي أنت بتبعتها. بترد على أسئلتهم، بتجاوب على اعتراضاتهم، بتديهم محتوى مفيد، محتوى مجاني، محتوى في نفس المجال بتاعك، محتوى هم محتاجينه. فبالتالي العلاقة بينك وبينهم بتزيد، وبالتالي عملية البيع بتبقى بشكل تلقائي وبتزيد مع الوقت. اظن انت الصورة واضحة ليك ان انت مهم جدا ليه يبقى عندك قائمة بريدية. في ناس بتغفل عن الكلام ده، بيروح عامل اعلان على السوشيال ميديا وتعالى اشتري، انا ببيع كذا وتعالى اشتري، وفي نفس الوقت بيبيع خدمة غالية. هو مش مدرك أهمية القائمة البريدية، مش مدرك أهمية إفادة العميل وبناء علاقة مع العميل قبل ما إن هو يقول له تعالى اشتري. وده خطأ تماما. الصح إن أنت تبني علاقة مع العميل طالما أنت بتبيع منتج غالي أو خدمة غالية أيا كانت هي إيه. تبني علاقة مع العميل الأول. العلاقة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن العميل يعرف أنا مين وببيع إيه. رقم اتنين، يبقى عندي الداتا تبع العميل، الاسم والإيميل ورقم التليفون وما إلى ذلك زي ما أنت هتحدد في الفانل تبعك. رقم ثلاثة، العميل لازم يكون عنده شعور إن أنا بخدمه، هدف خدمته وليس البيع فقط. كده أصبح في علاقة بينه وبين العميل. من غير القائمة البريدية مش هتقدر تبني علاقة مع العميل بتاعك، وبالتالي مبيعاتك هتقل ومصاريفك الإعلانية والتسويقية هتزيد بشكل كبير، والبزنس بتاعك معرض للإغلاق والفشل بسبب ان هو مش واقف على ارض صلبة. طيب ازاي نخليه واقف على ارض صلبة؟ بالقائمة البريدية، بالسيلز بروسيس،
بان انت تعمل سيلز فانل ناجح يجذب العميل ويبني علاقه مع العميل اللي احنا بنقول عليها. فبالتالي انت البيزنس بتاعك واقف على ارض صلبه، شغال بشكل احترافي، ارباحك بتزيد والنمو بتاع الشركه بتاعتك بتزيد. ايا كانت هي ايه، بيرسونال براند، لو علامتك التجاريه الشخصيه، لو علامه تجاريه للشركه او ما الى ذلك، مهم جدا الكلام ده يتعمل بما فيهم القائمه البريديه. طيب ازاي يبقى عندي قائمة بردية؟ الموضوع بسيط جدا. يعني لو انت عندك بتقدم على سبيل المثال زي الشخص ده اسمه روسل برونسون، ده اكبر مسوق بالعالم، بيدي لك هنا فري تريننج، تدريب مجاني، بتدي له الاسم والايميل وبتنزل عنده في الداتابيز، انت اصبحت في القائمة البريدية بتاعته. انت ممكن تعمل شيء زي كده، تدي التدريب مجاني، تدي كتيب مجاني، تدي ويبينار مجاني او ما الى ذلك، فيديو مجاني، فيديو تعليمي في نفس المجال اللي انت شغال فيه للعميل بتاعك والعميل بتاعك مهتم بيه وابدا اهتمامه بيه. سواء العميل جاي من اعلان مدفوع على الفيسبوك او التيك توك او جوجل، سواء العميل جاي من فيديو على اليوتيوب محتوى مجاني، سواء العميل جاي لك من المحتوى المجاني على السوشيال ميديا انستجرام او تيك توك او ما الى ذلك، ايا كان العميل جاي لك منين، بتدي له شيء مجاني وهو بيسجل فيه اسمه وايميله ورقم تليفونه وما الى ذلك زي ما انت هتحدد في الفورم بتاعتك، وبينزل عندك في الداتابيز. بعد ما بينزل عندك في الداتابيز بتحط عليه تاج اسم مثلا نسميه بكذا، ممكن انت كذا واحد وكذا عميل تفلترهم، تخصص العملاء، يعني عملاء عليهم تاج لكذا وعملاء عليهم تاج لكذا، تبقى عارف انت العميل ده مهتم بايه، عارف العميل ده سجل في انهي فانل وانهي فورم بالظبط، وبالتالي بتبعت له حملات بريد تسويق الكتروني في النيش ماركت بتاعه وفي الشيء اللي اهتم بيه. وكل ما يكون عندك منتج جديد او خدمة جديدة عملت لها اطلاق، بتبعت ليهم في اللحظة دي معدل التحول بتاعك بيزيد وارباحك بتزيد، لان انت عندك منتج جديد ممكن يكون هو ما اشتراهش وما يعرفش عنه، فمعدل الشراء بيزيد وارباحك بتزيد بشكل كبير. دي القائمة البريدية بشكل مبسط وسهل. أن تكون الصورة وضحت والصورة وصلت لنا إن احنا نشتغل بالقائمة البريدية، ما نشتغلش عشوائي كده وخلاص، ما نعملش إعلانات رسائل، ما تروحش تقول للعميل تعالى اشتري أنا عندي منتج كذا وتعالى اشتري، ما فيش الكلام ده خالص. ابني علاقة مع العميل، ابني ثقة مع العميل، فيد العميل، خلي هدفك إفادة العميل الأول والأخير، وبعد كده مبيعاتها تجيلك بشكل تلقائي زي ما كل الناس الناجحة والبزنس الناجح بيعمل. أتمنى تكون الصورة وضحت. شكرا على المشاهدة، وما تنساش تعمل متابعة، ده بيساعدنا وبيساعد القناة إن هي تكبر، وإن شاء الله نشوفك في فيديوهات جاية. السلام عليكم.